الأكلة الحرشة موجودة في كل حتة، بس النهارده هنجرب أكلة حرشة من سنة 1950. حواوشي بقطع اللية. الحقونا. 3/4 الشعب المصري وجميع محافظات مصر بتاكل من عندنا هناك في العتبة. الحقونا بجد. من ايام العتبة الخضراء، من ايام اسماعيل ياسين واستاذ احمد مظهر. مطعم البركة حلوة صلاة النبي. يا عم تامر، يا عم تامر، عامل ايه يا ريس؟ كله زي الفل. ممكن احط ده هنا كده؟ باشا اتفضل يا باشا. هتلاقوا لي كده في اللية والنبي يا عم تامر. حبيبي هتلاقوا لي في اللية والنبي. عيني الاثنين. الله اكبر. الله عليك يا عم تامر يا عالمي. واللي يصلي على النبي يكسب. حلوه صلاه النبي. احنا من 1950 من ايام الجده، واحنا مشهورين بالطاسه اللي فيها الكفته والكبده والسجق والليه. دي اهم حاجه الليه، والنبي انزل لي بالليه. عيني انزل لي يا عم تامر بالليه حبيبي. الله. احنا بنعمل ايه تاني غير الطاسه دي؟ والله عندي حواوشي بانواعه. تمام. عندي حواوشي ساده. تمام. عندي حواوشي بالليه. بالليه اعمل حسابي في واحد. ده انا العندي قبل العندي 10 اعمل لك 10. لا مش قوي كده. وعندي حواوشي بالسجق، حواوشي موتزاريلا، حواوشي بسطرمه، وفي عندي كبده على الجريل بالليه، سجق بالجريل على الليه، سجق اسكندراني. حلو. في كبده اسكندراني على الجريل. يعني اللي مش حابب الطاسه اللي بيبقى فيها كبده والكفته، في برضه في شغل على الجريل بامر الله. حلو قوي. السجق عندنا احنا اللي بنصنعه. انت اللي بتصنع السجق يعني ما بتجيبوش جاهز؟ لا احنا اللي بنصنع السجق. تمام. واحنا اللي بنصنع الحواوشي، واحنا اللي بنصنع صباع الكفته. يعني من الف للياء انتوا اللي بتعملوا كل حاجه. حاجتنا كلها. بالنسبه بقى لاسعارنا يا عم تامر، والله الحمد لله الدنيا حنينه يعني ولا؟ والله احنا يعني من تحت. من تحت بنتعامل من تحت مش من فوق. والله يعني عندي اقل حاجه في رغيف ب 30 جنيه. تمام. في رغيف ب 40 جنيه. في عندي طلب صغير ب 50 جنيه. حلو. طلب وسط ب 70. في طلب كبير ب 100 وب 150. شغالين كل يوم بامر الله بمشيئه ربنا. ما عندناش اجازه. من الساعه 1 الظهر لغايه الساعه 4 الفجر. 1 الظهر ل 4 الفجر. تمام. الطاسه دي ما شاء الله شغاله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. الاكله اللي زي دي تعمل كده وتطلع يا باشا، شوف هيطلع معاك ايه. هطلع معايا ليا وسجق بتقع ليه. تعالي بسم الله. السجق بتاعهم جامد قوي، دسمه حلوه قوي وبهاراته عالميه. ومحتاجين بقى نجيب حته كفته كده عليها يا باشا، على حته كبده، على حته ليا، ونرجع بقى لاسماعيل ياسين ونشوف العتبه الخضراء. الطبق ده مش موجود لان ده الاساس من 1950 وهم عاملين القصه دي. كل بقى اللي انتوا شايفينه دلوقتي هو تقليد. احلى حاجه عجباني ان محدش بيحط ايده في الاكل ده غيرهم هم، حتى السجق هم اللي بيصنعوه، فده مديك اختلاف يا باشا زائد نظافه، غير طبعا شويه الليه والبهارات اللي محليه الدنيا. صينيه حواوشي اللي ياكلها ما يعرفش يمشي. جميع انواع الحواوشي اللي انت عايزه. لا انا هبدا بده يا باشا، حواوشي بقطع الليه. ونودي وربنا يستر علينا النهارده. يا لهوي جبار، ده جبار. اللي ملوش في الكلام ده عندهم سندوتشات يا جماعه. انا وقعت في حب الطبق ده قسما بالله. انا ممكن الاكل كده مكان اللب والسوداني. والله يعني بص دي كده الكاجو، وده البيستاشيو، وده البندق. والسلام عليكم.